اهلا بيكم في مطبخ فراولة. تخيلوا ان البقلاوة الشرقية المقرمشة دي بعملها ببيضة واحدة بس، ايوه ببيضة واحدة بس. هعمل النهاردة احلى والذ بقلاوة شرقية من الالف للياء. هتتعجن وتتفرد ونرقها ونحشيها بشكل احترافي، وهنعمل لها كمان الشربات المثالي بتاعها. لو نفسك تتقنيها زي محلات الحلواني، استعدي نشوف كل اسرارها النهاردة بطريقة مبسطة جدا، والنتيجة في غاية الاحترافية. يلا بينا نبدأ، بس إذا كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك كل إشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. معانا هنا بولة فاضية هنزل فيها بكوباية من المية، وعايزة أقول لكم الكوباية دي هستمر بيها أعاير كل المقادير بتاعتي بنفس الكوباية. هنزل بنص كوباية زيت، يبقى حطينا كوباية مية ونص كوباية زيت. هنزل ببيضاية بدرجة حرارة الغرفة، بيضة واحدة بس بدرجة حرارة الغرفة. وبعدين هنزل بمعلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقة صغيرة من السكر، ورشة ملح، واخر مكون البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنزل بقى بالويسك او بالمضرب، هخلط كل الكلام ده مع بعضه. وهيجي بقى وقت الدقيق. عندي 4 كوبايات من الدقيق بنفس الكوباية اللي انا بعاير بيها. هنزل بأول كوباية، وتاني كوباية، وتالت كوباية، وربع كوباية بقى مش هنزل بيها كلها، هخلي نصها علشان اشوف الدنيا ايه معايا. دقيق كتر دقيق قل، لازم اعمل ده. انا بعمل القصة دي في كل المعجنات بتاعتي، اشوف العجينة تظبط معايا يبقى تمام. هي هنا العجينة سايلة شوية، فانا هحتاج النص كوباية، فانا هحط النص كوباية. يبقى انا كده استخدمت 4 كوبايات من الدقيق اللي انا بعاير بيها، يعني الكوباية اللي انا بعاير بيها من البداية. هنا بقى انا حطيت كل ال4 كوبايات، وحسيت ان العجينة لسه برضو سايلة في ايدي زي ما انتوا شايفين. هعمل ايه؟ هكمل بمعلقتين من الدقيق علشان تبقى ليها عرق، العجينة تبقى ليها عرق كده ومتماسكة عشان اعرف افردها. تمام كده، خلاص. يبقى انا كده استخدمت 4 كوبايات من الدقيق ومعلقتين كمان. العجينة وصلت معايا للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. هبدأ بقى اقطعها، اعملها رول واقطعها قطع صغيرة قد بعضها. القطعة المثالية انك تعملي الكمية دي 8 كور. انا عملتها 10، بس ال8 هيبقى افضل. تمام كده. معايا بقى طبق من النشا فيه تقريبا ربع كيلو من النشا. هعمل كل كورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي القرصة كده، هنزلها في النشا واطلعها، هغرقها بالنشا واطلعها، هركنها على جنب في طبق تاني. هعملهم كلهم بنفس الطريقة، ودي الطريقة اللي مش هتلزق وتورق معايا بعد كده بين الطبقات بتاعة البقلاوة بتاعتي. زي ما احنا شايفين بغطسها وبخليها كلها تاخد نشا، وهركنها على جنب. هغطيها كيس بلاستيك او بلاستيك راب او الاسترتش لمدة ربع ساعة ترتاح. وبعد كده هفرد كل واحدة بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. هفردها بالنشابة دلوقتي بالشكل ده، واحاول ارقها بطريقة يعني بأقصى حاجة، يعني لغاية ما تبان عندي الرخامة من تحت، تبقى شفافة جدا جدا ورقيقة جدا جدا زي الجلاش كده، زي رقات الجلاش. شايفين انا قطعتها ازاي من الجناب؟ وبعدين زي الطريقة دي هتعملي بالظبط، ما بين كل طبقة والتانية لازم يبقى فيه نشا. بصوا الطريقة دي اضمن طريقة تورق لك معاكي البقلاوة وتطلع زي الجلاش بالظبط. هنركنها على جنب في الطبق، وهنعمل اللي بعدها بنفس الطريقة. هرقها بأقصى درجة لغاية ما تبقى شفافة جدا قدامي زي ما احنا شايفين كده. وهنزل بالنشا بتاعتي. انا مش بحط دقيق يا جماعه، نشا علشان هو دور الدقيق خلص خلاص. انا دلوقتي بشتغل بالنشا، كل الطبقات والرقات بينها نشا مش دقيق. تمام، انا كده خلصت كل الكميه اللي معايا. هسيبها ربع ساعه كمان ترتاح، وهدهن القالب الصينيه اللي انا هعمل فيها. ومعايا للحشو مكسرات، ومعايا كمان هدهن بزبده وزيت مع بعض، او سمنه وزيت زي ما تحبوا. بفرد بقى تاني كل قطعة زي بعد ما خلاص فردتها وطبقتها، انا بفردها تاني بالنشابة، ودي اخر فردة خلاص.
انا مش هفرد تاني. هي دي اخر فردة. بفردها برضو، بحاول بقدر الامكان تبقى خفيفة جدا ورقيقة جدا. العجينة في ايديا زي الجلاش وطالعة طبقات باينة. انا مش عارفة باينة ليكم ولا لا، بس هي طالعة طبقات. هدهن بقى حتة العجينة دي بقى كلها بالسمن كويس جدا، وهوزع عليها المكسرات بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهبدأ بقى ابرمها رول بشويش كده. العجينة دي بقى بتورق معايا بطريقة تحفة. انا عملت الرول بالشكل ده بقى. هاجي اقطع الرول ده 3 أو 4 زي ما يطلع، على حسب ما انت عاملة العجينة كبيرة يبقى 4، انا عاملاها متوسطة او صغيرة يبقى 3. شايفين انا عملت ايه؟ بتنيها بالشكل ده واقطعها. مش هتنفع السكرابر، هعملها بالسكينة. اديني تنيتها كده، ركزوا معايا، تنيتها بالشكل ده واقطعها بالسكينة بالشكل ده. تتقطع معاكي بسهولة جدا، بكل سهولة هتتقطع ويبقى شكلها جميل. شايفين التوريقة بتاعتها دي بقى بتقرمش جوه الفرن. هي دي اللي بتدي القرمشة. احنا ورقناها بأقصى حاجة عندنا. التانية نفس الكلام، بتنيها التانية اللي انتوا شايفينها دي واعملها بالسكينة بالشكل ده. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. شايفين التوريقة؟ يا رب تكون باينة ليكم التوريقة بتاعتها. دي بتدخل الفرن بقى بتقرمش. نفس الكلام، بقطعها بالسكينة زي كده وافتحها واحطها في الصينية. تعالوا نعمل مع بعض واحدة تاني بسرعة. بنفردها ونرقها جامد، بتبقى في ايدي زي الجلاش بالظبط، زي رقة الجلاش بالظبط. يا جماعة انت بتعملي حاجة من الالف للياء في بيتك بنظافة. عايزة اقولك البقلاوة دي سعرها معدي بره. البقلاوة الشرقية الاصلية سعرها معدي بره. انت بتعمليها بنظافة في بيتك لولادك من الالف للياء بطريقة سهلة، ما بتكملش معاكي واقفة في المطبخ ساعة، ساعة الا ربع بالظبط. هي ساعة، ساعة الا ربع بالفرن بكل الوقت، مش هيكمل معاكي حاجة. اديني دهنتها وحطيت المكسرات وعملتها رول وقطعتها بنفس الطريقة وبنفس الشكل زي ما احنا قلنا. بتتقطع معاكي بكل سهولة وما بتتفكش وبتبقى ماسكة نفسها جدا. خلصت كل الكمية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهدهن بقى الوش بباقي الزبدة والزيت اللي معانا. هدهن الوش بتاعي دهنة كويسة علشان تبقى مورقة وجميلة كده جوه الفرن، بتورق وبتبقى هش كده ومقرمشة. كل الكمية هدهنها كويس جدا، لان في قطع بيبقى عليها نشا، بواقي نشا، لازم الوش يدهن كويس جدا. هخلص كل الدهان الكمية كلها وادخلها الفرن بقى على درجة حرارة 170 رف اوسط. 170 رف اوسط. هتاخد تقريبا من نص ساعة من 35 دقيقة ل40 دقيقة بالظبط. شايفين البيكنج باودر بيخليها تنفش ازاي في الفرن؟ حجمها بيتضاعف. بتطلع بقى وهي سخنة، بحط لها السيرب بتاعها او الشربات بتاعها، والشربات بتاعها بيبقى تقيل بارد. معظم الحلويات الشرقية بيبقى الشربات بتاعها تقيل بارد. عندي هنا الشربات عملته بكوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية. مش بحط مية كتير. كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، ونص ليمونة او ليمونة كاملة زي ما تحبي. واسيبها لغاية ما تتقل خالص، الشربات يتقل خالص، وبعدين بشربها وهي سخنة، لكن الشربات بيبقى بارد تماما. وبقى جمال اللون الذهبي المظبوط والريحة الجميلة بالمكسرات، بجد تحفة فنية. مش بس حلو شرقي عادي، دي قطعة من السعادة يا جماعة. أشجعك جدا تعمليها لأولادك بحب. ولو وصلت معايا لغاية هنا، ما تنسيش تعملي لايك، ما تنسيش تعملي شير مع كل اللي بتحبيهم. اشتركي في القناة علشان يوصلك كل إشعاراتنا في فيديوهاتنا الجديدة. انتظروني في وصفات أحلى وأحلى. شكرا ليكم ولمتابعتكم.